كنت متردد ارد عليك، لان مجرد اني اتكلم عنك بيقلل مني، بس لما تجيب سيرة مصر لا لازم ارد. لانك لما تقول ان مصر مش دولة ناجحة لازم تفهم انها الدولة اللي علمت العالم الحضارة قبل ما دولتك تتأسس اصلا. مصر يا أستاذ هي اللي منها طلعت أول جامعة وأول دستور وأول جيش نظامي في المنطقة. يعني قبل ما تتكلم على التطور افتكر مين اللي كان بيكتب التاريخ وقت ما غيرك لسه ما كانش على الخريطة أصلا. وبعدين انت نفسك يا احمد يا بيه يا شرع لسه ما انتش رئيس شرعي لسوريا اصلا. انت بتتكلم كده من بره الصورة وبتدعي تمثيل شعب عظيم زي الشعب السوري اللي احنا كلنا بنحترمه وبنقدره. لكن خليني اقول لك بصراحة سوريا اكبر منك، والشعب السوري انضف من افكارك واوعى من لعبك بالكلام. انت مجرد اراجوز سياسي بتحاول تلفت الانظار على حساب بلدك وكرامة شعبك. قبل ما تهاجم مصر يا أستاذ أحمد اسأل السوريين الكم مليون سوري اللي مصر محتضناهم هنا، اسألهم عن مصر يمكن يقولوا لك يعني ايه مصر. ارجع شوف الجولان اللي محتلاها إسرائيل ولسه ما رجعتش. ارجع شوف بلدك اللي محتلة من جيوش من بره ومن جوه. ارجع شوف ازاي السوريين اتفرقوا في العالم بسبب الحرب، وبعد كده تعالى اتكلم على التطور. يعني حضرتك ما قدرتش تحافظ على ارض بلدك وجاي دلوقتي تقيم اكبر دولة عربية من غير ما تبص في المراية. يا راجل ده في قهاوي في مصر عندنا عمرها اطول من دولة كاملة في الخليج. فبلاش تتفلسف علينا، لاننا ببساطة مش بنقارن نفسنا بحد، احنا بنقارن نفسنا بنفسنا